بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. اللهم لي وليكم يا رب وجميع المسلمين جميعا بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة يا أجمل بنات وأغلى عيلة، وحشتوني 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 فوق ما تتصوروا. ربنا يخليكم ليا يا رب ويدومكم عز في حياتي وفرحة في حياتي. ربنا يخليكم، وبشكر كل الناس اللي دعمتني واللي حطت اللايكات الجميلة بتاعتها. ربنا يخليكم يا رب ويحسن ما بين ايديكم وتكون دايما مع بعض على الفرح بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ وهنجمد برضه على اجمل روتين. يا رب يعجبكم ونال رضاكم. اولا بعتذر عن المنظر، كنت تعبانه والراوتر يعني متعطل معي فمعرفتش ارفع فيديوهات، بس كنت تعبانه خالص. تمام. فزي ما شايفين يا بنات بدأت الروتين. تمام. واما بدأت الروتين بتاعي صعب شوية. المطبخ متوسخ فوق ما تتصوروا. معروفة الام او ست البيت لو قعدت يوم في المطبخ من غير ما تنظفوا او تدخلوا بيصبح عبارة عن زريبة، مكان غير نظيف خالص، غير آدمي نهائي، ما تقدرش تدخلي فيه، بيبقى مقرف للآخر. تمام. وكل اللي يدخلوا بيعك، لأن هي الأم الوحيدة اللي عارفة كل حاجة في المطبخ وعارفة كل تفاصيل فيها. فتعالوا مع بعض النهاردة هنغسل الرخام غسلة حلوة خالص. تمام. أولا المواعين اللي شايفينها دي تيجي ولا حاجة في المواعين الأساسية. نزلت النيش كله من كتر مش قادرة يعني اغسل مواعين، وحاسة ببرد شديد خالص وتعبانة ومش مستحملة المية ولا اي حاجة. فحتى الصيني، البايركس، الاركوبال، اي حاجة تتخيلوها وتتوقعوها طلعناها من النيش واكلنا فيها. تمام. دي الحاجات اللي مليانة دهان ومليانة قرف خليتها في الاخر نقعتها في مية عشان تبقى سهلة معايا في التنظيف زي ما شايفين. وبعد ما غسلت زي ما شايفين الحيطة اللي هي على الرخامة، هغسل معاكم الحوض مقرف خالص ومعفن خالص. دي زي ما شايفين هغسلها صدى. تمام. بحته سلك وخشنه كده وعلى حته بريل كده، وهدعك فيها على قد ما اقدر لغايه ما استعيد قوتي واستعيد نشاطي. تمام. فادعوا لي ربنا ييسر الحال باذن الله. الايام اللي جايه الواحد خايف خالص منيها، ربنا يعلم. هحكي لكم شويه. انا قبل كده قلت لكم ان انا حامل وكده، بس للأسف الحمل ما كملش. رحت للدكتور تاني. تمام. فالدكتور قال لي استنى على النبض شوية يظهر. تمام. فدعواتكم ليا نشوف النبض المرة دي لو في حمل ان شاء الله. هنشوف اخر حاجة كده النبض ظهر ولا لا. ما اعرفش، النبض اتأخر معايا ظهوره. قبل كده كان بيظهر كحد اقصى على 40 يوم، دلوقتي خايفة خالص وقلقانة. ربنا يخليكم، دعواتكم معايا بجد. الواحد يعني بيترعب موضوع الحمل وتأثير وكل ده. ربنا ييسر الحال للجميع يا رب، ويرزق الجميع الذرية الصالحة بإذن الله يا رب. تعالوا مع بعض بعد ما بدأنا الروتين المقرف العك مش نظيف ده خالص. تمام. هنعمل صينية كنافة جميلة جدا. اولا اشتريت نص كيلو كنافة. تمام. عايزة اعملها الكنافة اللي هي المفروشة في الصينية. تمام. مش ملفوف ولا حاجة. فجبتها عشان تبقى تسهل معايا الفرك وتبقى حلوة خالص يعني وسهله معايا. جبت نص كيلو حطيته في الفريزر. بعد كده ده في الكيس، ما طلعتوش من الكيس. تمام. بعد كده طلعته من الفريزر ومسكت فركته كويس خالص وحطيته في الكيس تاني. تمام. عشان يطرى معايا لان في الفريزر بيكون ناشف خالص. فخدت جزء دهنت الصينيه. تمام. فخدت جزء وعملت ايه بيه، فرشت بيه الصينيه بعد ما دهنت الصينيه، ومسكت زي كوبايه زبده كده او اكتر شويه، وبعد كده سيحتها، مش سخنتها، سيحتها عشان الجو تلج. وجبت 3 علب زبده، مش زبده، انا اسفه، قشطه. عاوزه اعمل كنافه بالقشطه. القشطه دي يا بنات قشطه مائيه. تمام. العلبه ب7 جنيه، مش القشطه الفلاح. القشطه الفلاح ما بتنفعش في الكنافه. تمام. لان بتبقى فيها نسبه ميه كتير خالص، وممكن تشرط معاك الكنافه ومش هتطلع حلو. ممكن تعمليها في الرز المعمر، ممكن تعمليها في حاجات تانية. تمام. لكن في الكنافه ما تنفعش، ليها نوع معين من الكريمات. تمام. جبت ال3 علب، العلبه ب7 جنيه. تمام. هندهن بيها
في النص كده، هنفرشها قصدي في النص، على قد ما تقدري تحاولي تفرشيها حلو. تمام. انتوا زي ما عارفين الكنافه بتفضل يعني تقف وتقعد، تقف وتقعد، ما تحسي الحاجه مش بتقدري تفرديها كويس زي الكيك والحاجات اللي زي كده، لان لمسها بيكون ناعم. فبعد كده جبت الطبقه التانية، خلي الطبقه اللي من تحت تكون سميكه والطبقه اللي من فوق، تمام، عشان خاطر ما تشيطش معاكي القشطه من تحت. تمام. هنجيب الزبده، هنحط بايدينا كده وصوابعنا ونضغط وندوس خالص ونحاول نسويها، تمام، على قد ما نقدر. والاحرف اللي انتوا شايفينها يا بنات دي، تحاولي لو اي كنافه زايده في الاحرف اللي من فوق دي تنزليها عشان هتتحرق معاكي قبل ما تستوي الصينيه. وتحاولي الصينيه تحمريها من تحت حلو خالص، تمام، ومن فوق حلو خالص، لان الصينيه كل الكنافه كل ما اتحمرت تحميره حلوه كل ما تديكي طعم جميل جدا ومميز. ولو عندك سمنه بلدي حطي معلقه كده من فوق تديكي الطعم الفلاحي الجميل الحلو خالص للكنافه. لكن طبعا ما هنقدرش نحط الكنافه من اول لاخر سمنه بلدي، لان السمنه البلدي غالي خالص، والكنافه بتحب ماده دهنيه رهيبه يعني فوق ما تتصوروا. تمام. وعشان كده نحط، عاوزين الريحه الحلوه والجميل نحطها من فوق. وزي ما شايفين هنضغط ضغطه حلوه. انا بحب اعمل لاولادي مثلا يعني يوم الخميس او في نص الاسبوع حاجه حلوه كده على قد ما اقدر، لان بصراحه يعني والله بتعب، كان عليا نفسي اعمل لهم كل يوم، بس ارهاق المطبخ ده ما بيطلعش منه ابدا. تمام. وهما صغيرين فبتفضلي تفكري انهم هتعملي لهم ايه، وعلى بال ما تروقي في الشقه وتنضفي في الشقه، ويا ريت حتى باين عليها نظافه، لا بالعكس، تحسي مهما تنضفي ومهما تعملي زي ما هي، ممكن تتعبي فيه في 4 ساعات تحسيه بوظهولك في 10 دقايق. الله المستعان، ما بيقعدوش ساكتين. ربنا يخليهم يا رب ويهديهم ويهدي اولادنا جميعا. وزي ما شايفين السمنه البلدي قدامكم، حطيت فيها في الاخر انا معلقه واحده، بتدي ريحة خطيرة على الآخر. لو بإيدي والسمنة موفرة عندي أعملها من أول لآخر، بتبقى طعمها بصراحة يعني رايح في حتة تانية. وزي ما شايفين الصينية حاولت أشيل الحاجات اللي أنا زي قلتلكم عشان ما تتحمرش معايا. ولو في بواقي زبدة كمليها كده تمام للآخر وظبطي الدنيا. دي الصينية دي يا بنات هتاخد تقريبا تلت ساعة. تمام. يعني 10 دقايق من فوق 10 دقايق من تحت. الكنافة بالذات ما بتحبش اللي يبعد عنها، تمام، عشان ممكن في لحظة واحدة تمام تتحمر معاكي بسرعة. حطيتها في البوتاجاز، معلش انا اسفة، بوتاجازي قديم خالص ونوعه مش يعني جيد، نوعه سيء. تمام. وهو الشربات ده عملته تمام، ان شاء الله هنغيره كده على اول السنة، ربنا يسر الحال. ده هنجيب كنافة، جبت الكنافة اصلي انا اسفه. الكنافه خلاص كده وصلتها للون اللي بحبه خالص، ما تزوديش عن كده، لو اتحرقت هتبقى حاجه وحشه. الشربات بقى تيجي على اهم نقطه في الشربات، الشربات بتاعتك عشان تطلع مظبوطه يكون قوامها معتدل، ما تخليهاش تقيله خالص، لان هتبقى معاك مسكره كده ومش حلوه. الصينيه دي عشان خاطر ايه تتنغنغ كده في الشربات وتبقى طريه وحلوه خالص. هكون صريحه معاكي، عايزه 3 مجات شربات. تمام. والمج الشربات بيحتاج كوبايه ميه، لما انت بتيجي تعمليه على النار كوبايه سكر، ما تزودش عن كده. كنت زمان زي الهبله انا اسفه على لفظي ده، بس كنت احط يعني مثلا السكر، تمام، كوبايه سكر ممكن احط كوبايتين 3 ميه، يفضل يغلي يغلي على النار والانبوبه تخلص معانا ويغلي يغلي، وفي الاخر بقى ياخد معايا ساعه ولا ساعتين شربات عشان يوصل للقوام اللي هو. بعد دلوقتي خلاص ظبطت الدنيا، بقيت بعمل ايه يا بنات، كوبايه سكر كوبايه شربة خلاص زي كده. وفي ناس بتربطها عشان تربط معاك العقد او اسمه ايه هو ده الشربات، حطوا ليمون، بس انا بحبهاش بصراحه، مش عارفه، بحس بتديها سنه مراره كده، فبحط كيس فانيليا بتدي ريحه حلوه وجميله خالص. وزي ما قلت لك لو عايزه تظبطي العقد بتاعك تحطي الكوبايه ميه، كوبايه شربات. وتعالوا معايا هقطعها زي ما شايفين. بعد ما تسقيها كويس تغطيها المفروض، تمام. المفروض الكنافه تكون بارده، تمام، بس الشربات تكون دافيه مش سخنه، دافيه، عشان لاحظوا ان الكنافه دي يا بنات دقيق، تمام، فهتتبهدل معاكي وهتتحول لعجين لو هي دي هما الاتنين سخنين. فانا بعمل ايه زي ما شايفين ما شاء الله حلوه خالص، بس ايه ما مسكتش نفسها، لان انا قطعتها لكم على طول مباشر. المفروض ما تقطعيهاش على طول، زي ما قلت لك الشربات
البيض بتاعتك يا حبيبتي تكون دافية، وبعد كده تكون الكنافة بتاعتك باردة، وتغطيها كده لمدة ساعتين، وبعد كده تقطعي فيها، هتاكلي احلى كنافة بجد، وهم وجميلة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها.